مؤسسة دار السنة، فلولا إخلاص القائمين عليها وحبهم وحسن معاملتهم وتفانيهم وصبرهم وعزمهم لقدم كتاب الله لما أثمرت جهودهم. على مائدة الختام نلتقي رحلة تعليمية مباركة، رحلة استغرقت أكثر من 4 سنوات، لكل شيء له نهاية، رحلة يتمناها كل هؤلاء الخريجين والخريجات أن يقفوا آخر محطتهم، رحلة مليئة بالصبر والصمود والجد والاجتهاد. يوم الحصاد بالنسبة لهؤلاء الطلاب يوم حصادهم، يوم تظهر ملامح سرورهم، يوم يستلمون شهاداتهم، شهادة اجتياز وامتياز، شهادة تشهد من مرحلة ثانوية إلى أبواب الجامعات. دار السنة تلك الحافلة التي تحمل وتضم هؤلاء الطلاب، تؤنسهم وتوصيهم وترعاهم في أيام رحلتهم. يحتفلون اليوم بفضل الله في تحقيق هدفهم المنشود، وكأن لسان حالهم الحمد لله على التمام والختام، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. فيا طالب العلم أقبل، فهو نعم الزاد ليوم المعاد. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب. بعد فالفعل من يحكم تصرفه، يحز من اللغة الأبواب والسبل. لا تشبهها الأيام ولا تكررها الحياة. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء.